بطولة المفاجآت، الفرق الضعيفة والمغمورة بتعمل نتائج إيجابية وتؤدي مباريات قوية قدام الفرق الكبيرة. فما نستبعدش إن نيوزيلندا تنزل هي اللي ضغط علينا وعندها رغبة في الفوز، ولأ أمل وحق مشروع لهم إن هم يطمعوا في الفوز والصعود. عندهم نقطة زي بقية فرق المجموعة. الفريق بيلعب على التحولات والكونتر اتاك، بينفذوه بمنتهى الروعة واحرزوا هدفين في مباراة إيران وكانوا ممكن يحرزوا الثالث. فأنا بحذر حسام حسن من الاندفاع والاستهتار بيهم، ونفتكر ان المباراة مضمونة والثلاث نقط في جيبنا. لازم يلعب بنفس تشكيل مباراة بلجيكا، واللاعيبة تنزل بنفس الجدية والحماس والروح العالية والرغبة في الفوز، وما نندفعش على حساب الدفاع علشان ما نفاجاش بإحراز هدف فينا يصعب علينا الأمور ويفقدنا تركيزنا ويخلينا نتسرع. وحسام حسن لازم يحط سيناريوهات للمباراة. إذا استقبلنا هدف نعمل إيه؟ بلاش كور طويلة علشان ما ياخدوهاش أو يطلعوا أوتات ويستنزفوا الوقت. وإن شاء الله نحقق أول فوز لنا في مشاركاتنا في كأس العالم ونصعد لدور 32. وبهني الزمالك والزملكاوية بالأرض البديلة، ولا يصح إلا الصحيح ولا يضيع حق وراءه مطالب. عايز إدارة الزمالك ما تستعجلش وتمنح الشركات امتيازات بأسعار رخيصة علشان تفك الأزمة المالية. نعمل مناقصات وندور على أحسن سعر وأعلى سعر علشان النادي يستفيد. الأرض صحيح أقل في المساحة من الأرض السابقة، لكنها في موقع متميز، وإن شاء الله تكون بداية لنهوض الزمالك من كبوته.